يا مساء الورد ويا مساء الفل ويا مساء الجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في استوديو جديد من تويست استوديو. بيجي بعد مباراة مصر مع بوركينا فاسو وبعد اقتراب حلم الوصول لكأس العالم 2026. طبعا الحلم اللي كان عند الجمهور المصري في البداية في تخوف، بمرور الوقت أصبح الحلم حقيقة، بل إنه أصبح مسألة وقت بعد ما بان إنه قد إيه المنتخب المصري فارق عن الفرق الموجودة في المجموعة. كانت مواجهة بوركينا هو الحجر قبل الأخير، خرجت منها وإنت مش خسران المباراة وده كان الأهم. طلعت بنقطة مهمة جدا علشان يكون الاحتفال في شهر الاحتفالات وشهر الانتصارات شهر أكتوبر، عندما نواجه جيبوتي في 6 من أكتوبر. التعادل خلى المنتخب المصري في أفضل شكل ممكن من حيث التوقعات، من حيث جدول المجموعة. رقميا منتخب مصر نقدر نقول انه صعد باذن الله لكاس العالم 2026، لكن كلام كتير جدا حوالين اداء منتخب مصر في التصفيات، حوالين اللعيبه اللي استعان بيهم كابتن حسام، حوالين قراراته اللي بحكم النتيجه تبدو ايجابيه، لكن بحكم الاصعب اللي جاي بعد كده في كاس الامم الدنيا يبقى اخبارها ايه. ده هيكون نقاشنا النهارده مع دكتور عادل سعد اللي منورنا ومشرفنا. يا دكتور مساء الفل. ازيك؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام. مبروك بدون نقاش للمنتخب المصري الاقتراب من كاس العالم، الصعود لكاس العالم، كل ده كويس جدا، لكن محتاجين نقف عن شويه حاجات ليها علاقه بمشوار التصفيات، لانه في كاس الامم هيبقى اصعب. الاول، انت متابع لكل المجموعات تقريبا في تصفيات افريقيا، وبتشوف المعاناه الكبيره اللي عند المنتخبات الكبيره. أكيد. يعني السنغال بتعاني، نيجيريا كانت بتعاني، المنتخب التونسي وصل برضو يعني في نفس المرحله اللي احنا بنقول ان احنا خلاص قاب قوسين او ادنى ان احنا نوصل فيها. في معاناه موجوده عند الكاميرون على سبيل المثال. هل اللي حصل ده في سياق منتخبات افريقيا في تغيير الخريطه لازم ينال استحقاق واشاده اكتر من الطبيعي ولا لا؟ شوف، هتاخد الموضوع من زاويتين. الزاويه الاولى حته ان انت دلوقتي في 9 مقاعد ونص، وهنقول ال9 مقاعد لان النص ده بيبقى موال وموال وبيروح بقى لتصفيات تانية وقصص تانية. 9 مقاعد المفروض انها سهلت الدنيا، والمفروض المجموعات في المتناول، ولكن انت زي ما قلت الكاميرون ما هي بتعاني في مجموعه كاب فيردي اللي انتصرت عليها 1-0، وليبيا كمان طلعت لهم في المقدر، فممكن كمان الكاميرون وارد جدا انها ممكن ما تلاقيهاش في الملحق. نيجيريا معاناه ما بعدها معاناه، موجودين في المركز الثالث وتعادلوا مع جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا متصدره وخلاص حطت رجلها انها تبقى موجوده مباشره. اتكلم على السنغال اللي كانت مغلوبه 2-0 من الكونغو الديمقراطيه اللي كانت متصدره المجموعه وفي كينشاسا، ولكن السنغال قلبت الدنيا وفازت 3-2 على سيباستيان دو صبر. تتكلم كمان ان السنغال كانت فازت على المنتخب السوداني، فالامور لسه فيها وعليها. الجزائر نفسها ما حسمتش التأهل على مركب محمد الخامس وهي بتتواجه مع المنتخب الغيني، والمنتخب الغيني ده الوحيد اللي كان قدر يفوز على الجزائر في ملعبها في الجزائر في ملعب نيلسون مانديلا. فانت في بعض المعاناة لبعض المنتخبات الكبيرة انت بعدت عنها بنسبة بس تتخطى. درجات الصعوبة عند الناس دي هي اللي عندنا ولا لا؟ لا، انا هقول لك على حاجة. درجة الصعوبة الوحيدة اللي كانت عندك هي كانت كلها تتمثل في مباراة واحدة، مباراه بوركينا فاسو في ملعبها بعد 5 سنين ما بيلعبوش على ملعبها. غير كده انت كل المباريات اللي انت المفروض لعبتها لا في المتناول بالنسبه لك بشكل كبير، باستثناء يمكن حتى مباراه غينيا بيساو اللي انت تعادلتها بره. كل المباريات خلينا نبقى منطقيين كلها كانت مباريات سهله، امام بقى سيراليون، امام غينيا بيساو، امام جيبوتي. حتى مباراه بوركينا على ملعبنا في استاد القاهره كانت في المتناول. انما انت في مجموعات تانية فيها 3 و4 منتخبات هتلاقيهم اقوياء جدا وفي معاناه كبيره. فانت النهارده في ظل سهوله المجموعه انت كنت المفروض تحسم. حتى يعني النهارده في مباراه بوركينا انت النهارده خلي بالك براما تراوري المدير الفني بتاع بوركينا والله العظيم سهل علينا المباراه. انا ما توقعتش في نقطه كده عملها، انا ما توقعتش انها تسهل المباراه بالشكل ده. انت النهارده عملت ايه يا محمودي في وسط الملعب؟ عملت حاجات اضطراريه. ايه قول لي عليها كده الحاجات الاضطراريه انت عملت بايه؟ ما عندكش حمدي ولا مهند، فجبت مروان عطيه في نص الملعب. ايوه اللي ما بيلعبش بقاله شهرين بالظبط كده، حطيت معاه كوكا في نص الملعب، واحمد عيد واحمد عيد اللي هو ده شويه في خط كده وشويه الدفاع. كده. تمام. دخلت هاني لجوه في العمق، وشويه بتلاقي احمد عيد، شويه تلاقي هاني هو اللي بيلعب كظهير ايمن. يعني انت بقى انت تتفرج على بوركينا، بوركينا المدرب نازل خايف ومرعوب منك. عارف الدليل ايه؟ حاجه واحده. لا مش حاجه واحده، ده حاجتين. محمد كوناتي المهاجم بتاعهم بتاع احمد كروزني اللي نزل في ده الاخر. اللي نزل في الاخر ده مهاجم قوي جدا جدا جدا، ما لعبوش ومهاجم تارجت. انت النهارده كنت بتلعب بدانجو وطاره. دانجو وطاره يا جماعه ده جناح يمين، هو لعبه كمهاجم صريح.
خد بقى الطمه الكبرى الاكبر بالنسبه لهم واللي هو عملها، ويشكر بصراحه ان هو عملها. النهارده انت بتلعب بثلاثه في قلب الملعب، الثلاثه مدافعين، مفيش حد فيهم يقدر يعمل لك حاجه ابداعيه. ابراهيم بلاتو توريه عارفينه، سعيد سمبوريه عارفينه، محمد زجرانه بتاع المولوديه انا عارفه. فالثلاثه ما فيهمش واحد تقدر تقول عليه 10. المباراه اللي فاتت هم بيلعبوا جيبوتي لان هو مش خايف من جيبوتي، لا، انت لعبت جيبوتي معاك سعيد سمبوريه ومعاك ابراهيم بلاتو توريه، رغم ان ابراهيم بلاتو توريه هو اللي بيعرف يربط الخطوط، بس عندك لعبت دانجو وطرف مكانه كجناح ايمن، لعبت ايري في الجناح الايسر، ولعبت محمد كوناتيه، ولعبت واحد تحتيهم يقدر يحرك الناس كلها، فالدنيا فتحت معاه. هو فانت هنا شايف ان درجه الصعوبه اقل جدا، فانت هنا تتلام شويه على الاداء طبعا. حتى لو احنا بقى فتحنا المساحه شويه. يعني انت اقصيت كاب فيردي قبل كده اللي هي دلوقتي هتوصل كاس العالم، اقصيتها من كاس الامم، فبرضه حاجه تحسب لك. انت خسرت ماتش واحد في كل المشوار، بس احنا ما اقصيناش كاب فيردي، هي اتاهلت معانا ماشي يعني بعتها هي عنك. اللي اقصيناها. لا بس قصدي انت يعني تخطيتها، تمام، هي دلوقتي تمام. ماسكه الفرق ما يعني تعادلنا معاهم، ماسكه الكاميرون وليبيا، ماشي. انت فاهمني، انت سبقت يعني عديت. يعني قصدي لو فتحنا المشوار من اول كاس الامم لحد النهارده ما يجوزش انك تقول ان ده حاجه قياسا باللي كان قبل كده لا عديت مرحله. لا، لان انت قبل كده برضو كان البدايات كانت حلوه قوي وفوز متتالي والدنيا زي الفل وتمام تمام، بس لما اتحطيت في المحك الصعب وهو كاس الامم الافريقيه خرجت من دور ال 16 امام كونغو الديمقراطيه. فانت النهارده انت المجموعه بتاعتك في المتناول. انا بتكلم انه قياسا باللي قبل كده بروي فيكتوريا والفتره اللي كانت قبل كده، حلو. انت دلوقتي مش في مرحله احسن؟ مش حاسس قوي من المباراه بتاعت اثيوبيا اللي فاتت. لسه محتاج كاس الامم. انت محتاج ان انت يبقى عندك محك رئيسي تقدر من خلاله وتقدر، يعني عايز اقول لك انت النهارده اللي انت لعبت بيهم دول في وسط الملعب، لو بتلعب مع منتخب عنده الجرأة او متماسك اكتر او المدرب مش خايف وملعب الثلاثه مدافعين في وسط الملعب، لا احنا كنا هنعاني. يعني النهارده انا دانجو وطرد طمنت لما لقيته مهاجم صريح ما بيلعبش ناحيه اليمين. النهارده حتى يعني النجم بتاعهم بيرتان تراوري، الراجل اللي بيلعب في ساندرلاند، لا مش ده بيرتان تراوري اللي احنا نعرفه من 5 سنين. حتى انه مباراه جيبوتي المفروض ان المباراه اللي تجهزه ما لعبش. فانت النهارده بمنتخب بوركينا فاسو رغم ان في اسماء كبيره وعندهم تابسوبا بتاع باير ليفركوزن جامد جدا وعندهم يوسف دايو جامد جدا، ولكن لا احنا ما ضغط، احنا الحبه اللي ضغطنا عليهم لما هم بس سابوا مساحات احنا احرجناهم وكنا ممكن نسجل وننهي الموضوع. طيب انا هقول لك رايي في الموضوع. انا بصراحه يعني اذا كان في شيء ايجابي واضح عند كابتن حسام حسن كان موجود على مدار مسيرته التدريبيه قبل كده، فهو كانت قدرته على انه دايما يهاجم كتير، يسجل اهداف كتير من وضعيات ثابته. بالمناسبه دي كانت اهم حاجه تميز حسام حسن. يعني ده يمكن اختلف مع المنتخب بس هو حافظ على حاجه، حافظ على فكره انه قد ايه وانت بتواجه منتخبات مختلفه انت ما عندكش فكره الجمود اللي هو انا ثابت على تشكيله واحده او طريقه لعب واحده قدام كل المنافسين. دي حاجه بالنسبه لحسام المعروف عنه العند كطبع، انا شايفها حاجه كويسه. انه اثيوبيا غير بوركينا غير جيبوتي غير اي نعم كل ده في النهايه مستوى متواضع، لكن برضو في المباراه الكبيره انت ما خسرتش والمنافس اللي عندك ما ضيعش فرص كتير، فانا قادر اشوف ان دي حاجه ايجابيه. السلبيه بقى اللي هي مستمره معاك على طول الخط ان المنتخب مفيش اي مباراه انت قادر تلاقي باترن واضح لشكل هجومي الناس شايفاه وعارفاه وحافظاه، او حتى في شخص ما بقى مسؤول في المنتخب المصري عن انه يعمل لك النقله سواء كانت تحول او لعب منظم. يعني النهارده مثلا في اول المباراه صلاح هو اللي نازل لحد الاخر خالص عشان يحاول يستلم هيخرج الناس بالكوره، بس هو انت محتاج صلاح هنا مستحيل. التجربه بتاعت تريزيجيه في العمق انا لحد النهارده مش شاريها ابدا. اكيد يعني مش شاري تريزيجيه 8. انا كان معايا كابتن زيزو امبارح كان شرح ده باستفاضه انه تكنيك حركه تريزيجيه كتكوين جسماني ما يناسبش المكان ده ابدا. يعني هيديك 8 عادي لانه تريزيجيه حاجه وامام حاجه. كمان اللي معاك القايمه زي مروان عطيه، المهند لاشين، كل المس دونجا، كل اللي هيجي عندك ستيل انت مفتقد لحاجه. يعني الحاجه دي مفتقدها لاي شخصيه، وبالتالي هنا هنروح بالفوكس على امام عاشور، اللعيب الوحيد تقريبا اللي يقدر يدي لك حاجه اضافيه. يعني نعم غنم لحد النهارده رغم يكون افضل لعيب في مصر هو من غير الكوره عنده مشاكل. يعني تكتيكيا ما عندوش لسه الوعي التكتيكي اللي هو مش معاه الكوره يقدر يرد، يقدر يبقى فاهم حركاته رايحه فين وجايه منين. بس هنا لازم حل.
الحل الوحيد اللي كان موجود في مصر لحد النهارده في القصه دي عبد الله السعيد بالمناسبه، يعني الاسم الوحيد اللي هو في المكان ده عنده كل حاجه، لكن لا يمكن تعول على لعيب خلاص داخل على الاربعينات يعني. فدي مشكله، انت المشكله دي تعالج من الملعب نفسه يجوز. هل محتاجه اكتشاف من نوع جديد؟ يجوز. هل محتاج ان انت الفكره اللي جربتها انه تريزيجيه طالما ان هو مش نفع في الحته دي، هل لو جربت فيها مرموش يقدر يعمل ده ولا لا؟ ما اعرفش. لكن هنا محتاج جزء ابتكاري، لانه باين قدام الفرق اللي بتدافع طول الوقت اللي انت تشوف زيها كتير، انت عندك هنا مشكله كبيره جدا يعني. بالمناسبه عن انت تقول الجزء الابتكاري ده، احنا شفناه في كاس افريقيا 2021 مع كارلوس كيروش اللي جاب لك عمر كمال عبد الواحد لعبه باك رايت، وامام عاشور لعبه باك رايت في المباراه النهائيه. فهو عمل بعض الابتكارات. وبالمناسبه انت هم لسه من شويه بنتكلم على مساله الصعوبه والمجموعه سهله ولا لا. المجموعه سهله، بس انا برضو جه في بالي حاجه. الجوله اللي فاتت غانا اللي بتصدر المجموعه اللي ما راحتش كاس بالمناسبه، ما عندهاش فرصه تصلح كاميرا لكاس العالم، بتلعب تشاد اتعادلت في الدقيقه 89. طب خد اللاتة، انا لو سالت اي حد بيشجع كوره هي فين اللي زيت ساوتما عند برنسيت دي، مش هيعرف. دول بالمناسبه كانوا كاسبين غينيا الاستوائيه 2-0، بس غينيا عرفت ترجع في الماتش ومش 3-2. فاذا مفيش مباراه سهله ومباراه صعبه في التصفيات، يعني في مباريات كتير النتائج فيها متضاربه. ده الشيء اللي يحسب للمنتخب ان انت لحد دلوقتي ما تعادلتش الا مباراتين، بس برضه خلي بالك المباراتين اللي بتقطعهم محك رئيسي، غينيا بيساو على ملعبها، سيراليون انت كسبتها على ملعبها، غينيا بيساو على ملعبها ما عرفتش تكسب. النهارده بوركينا على ملعبها عرفت تكسب. ورغم ان بقول لك المدير الفني بتاع بوركينا ساعدنا كتير في المباراه، خايف جدا يلعب بثلاثه كلهم يعتبروا ثلاثه فلات وكلهم مدافعين ما يقدروش يكملوا، وساعدنا الله يبارك له يعني بدنج وطرد نلعبهم مهاجم. فبالتالي الناحيه الابداعيه اللي انت بتتكلم عليها، انت فعلا كنت محتاج ان انت حتى لو احنا متاهلين تجربها في الماتشين الجايين. النهارده معترك صعب جدا، معترك كاس الامم الافريقيه. الدنيا الناس مش هتبقى متقبله تماما فكره ان احنا نخرج من بدري زي ما خرجنا في البطوله اللي فاتت، وخاصه ان انت بتتكلم ان فرقه مثلا زي كوت ديفوار اللي كانت طلعت بره اصلا ورجعت فجاه وفازت باللقب. فنتمنى ان الفتره الجايه احنا شفنا بعض الحاجات اللي ممكن بتتجرى، اللي هي زيزو ومرموش، قصدي زيزو وتريزيجيه تمانيات، يعني الدنيا مش افضل حاجه. النهارده برضو شفنا موضوع هاني واحمد عيد، برضو الدنيا مش افضل حاجه. بس دي انا فاهمها يعني، تعال اول لو نشرحها للناس وبعد كده نقول راينا فيها يعني. تمام. هو بغض النظر صح او غلط، بس هو المشهد عامل كده. هو كان في الحسام في خط الدفاع ده في شوية كتيرة جدا. اول حاجه التشكيل النهارده ده بيقول ان رقم واحد عنده كثقه رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه لا يمس، طبعا كل الفيلم ده هو بعد اصابه عبد المنعم، فرامي ربيعه لا يمس. الشهاده الثاني ان هو ما عندوش ادنى ثقه في حسام عبد المجيد في طول الكوره، ما عندوش ادنى ثقه انه يمين برجليه شمال هيبقى ملوش شويه، لا ده هنا ولا هنا. يعني هو يجيب محمد هاني يدخله للعمق وينزل احمد عيد في مقابل انه حسام لا كويس. ثقه انه اللي ناحيه الشمال ده خالد صبحي، لو كان في اي حد اقوى منه بالرجل الشمال كان هيقع. يعني هو شاري هنا كيفيه وجود لعيب مدافع ايسر بالرجل الشمال، هو عايز ده. زي ما هي فكره هاني برضو جزء اضافي منها انه مين بقى هيطلع شويه لقدام، يعني مين هيستلم ويطلع شويه او يزيد او يخش في عمق نص الملعب احيانا، هو شاري دي. فهي كل المهام دي هو مش شايف فيها حسام عبد المجيد، اما لداعي ان خروجه بالكره ممكن تقطع، او البطء لو هو زاد على نص الملعب والكره زادت، هو شاري الفريم ده. فدي انا قادر افهمها بعيدا عن القناعه هي صح ولا غلط، المباراه تثبت. بين قوسين بس، دفاع المنتخب ما ينفعش في اكتوبر يكون فيه تغييرات، لان انت يبقى عندك اكتوبر المباراتين، عندك نوفمبر المعسكر، دفاع المنتخب لازم يثبت. يعني ممكن تعدل في اي حاجه ثانيه، بس خط الدفاع ده بالذات تقيله كبيره جدا جدا زي حارس المرمى كده، فهي لازم تثبت. اللي مش مفهوم بقى خالص، يعني حاولت اكارك لها من كل النواحي، بس هو محمد يعني حاجه انا مش قادر اتخيل المنطق فين. والمنطق في المباراتين، يعني المنطق في السهل والمنطق في الصعب، المنطق في كل انواع الكوره. لان انت مع اثيوبيا ضاغط، عندك حد جوه طول الوقت، ومحتاج كنت بتلعب كوره عرضيه كتير، ومحتاج حد يصطاد الكوره العرضيه. بوركينا انت بتلعب على تحولات اكتر، فعايز حد ينزل الكوره ويبدا ياخد. مصطفى ضيع، بس مصطفى فتح مجال للبص العمق ده اكيد. يعني هو ادالك حاجه. ففكره انه طب هو لو مقياسه كده عندك في القايمه
طب ما كانش جه. اقول لك على حاجه، انا كان المقياس ده ممكن ابلعه شويه لو اسامه فيصل كان متالق في الدوري. اسامه فيصل ما سجلش الا هدف واحد بتاع كرم السمانيه، مش هاخد برضه تسجيل الاهداف مقياس. اسامه فيصل في 5 ماتشات اللي لعبهم من البنك الاهلي مع الكابتن طارق مصطفى، شويه يلعب جناح شويه يلعب مهاجم، فالدنيا مش عارف يطلع افضل ما عنده، بل ان تتفرج عليه بعض المرات ضيع فرص سهله بشكل كبير جدا. فمقياس ان هو لو اسامه فيصل فايق قوي ممكن تبقى نوعا ما فيها وعليها، انما حتى اسامه فيصل ما كانش عارف يساعد نفسه الفتره اللي فاتت، فعشان كده مستغرب الجزئيه دي. وفي نقطه كمان مهمه برضه من مباراه بوركينا، من اهم عناصر بوركينا لما تتفرج على ماتش جيبوتي كامله عيسى كابوهي، الراجل اللي بيلعب في اكزهام من اللي كان بيلعب في مانشستر سيتي، ده نفاسه ناحيه اليمين. انت عرفت تقفل عليه بشكل كويس في وجود كوكا في وسط الملعب، وان كان كوكا لسه برضه بعيد عن مستواه. احنا في نقاط مضيئه حصلت في مباراه بوركينا. صحيح المدرب ساعدنا واحنا ساعدنا نفسنا بالتالق الفردي في بعض اللقطات، ولكن تدخل المهام دايما وانت بتتفرج ما انتش عارف هو هاني اللي في قلب ولا احمد عيد ولا احمد عيد اللي في القلب. بس زي ما قلت لك حقيقي موضوع الدفاع انا فاهم، يعني فاهم انه هي قناعات، لكن موضوع مصطفى ده غريب. انت بتدور على ايه؟ يعني انت بتدور على مهاجم حركي مرموش افضل، بتدور على حد يقدر يدخل على الكرة يبقى عنده قرار افضل لحد ما الناس تيجي، صلاح افضل. بتدور على حد اقوى في الاستلام وانه يحافظ على الكوره وايد اقوى، مصطفى عندك. يعني مهما كان الكونسبت عامل ازاي، هو انت عندك ده مش بس عندك، ده انت عندك اللي هيسهل عليك، لانه لو مرموش دخل بقى تريزيجيه موجود شرعي في الناحيه الثانيه، فالامور هنا سهلت بالنسبه له. ما انت شايل همه هو هيبقى فين. لو انت دخلت صلاح جوه فتحت المجال لزيزو يبقى على الطرف، يعني حتى بيساعد اللعيبه اللي هم النجوم بتوعك اللي انت عايز تديهم الثقه ويبقوا شغالين مع بعض كتير. فالمنطق بالنسبه لي في مصطفى ده لحد ما هو يجاوب على ده هو غير واضح. انت عددت الملعب وجود تريزيجيه شمال، صلاح يمين، مرموش اللي بيعرف يلعبها حتى لو هو مش مهاجم صريح بس يعرف يلعبها، وحتى لما كان مع ايكيتيكي في انتراخت فرانكفورت بيعرف يجي من تحت ويعرف ممكن الانتقاد تعتمد عليه فيه. ولكن الغريب لما مرموش اتصاب، الطبيعي بقى خلاص مصطفى محمد اللي هينزل هيعرف. بص انت بتلعب على 2 يعني وحوش، تبسوبه ويوسف ضايو. ويوسف ضايو على فكره رغم ان هو عنده خبرات كبيره جدا كان مع النهضه البركانيه قبل ما انتقل للمصلو، بس هو عنده عيب، بطيء ودي ما تخليناش. طب سوى ده وحش حطه كده على جنب، هتلاقي في العالي تمام على ارض كورته جميله جدا، في السرعات مش هتعرف تسبقه. يعني الوحيد اللي ممكن يحك معاك في موضوع السرعات ده شويه محمد صلاح، ولكن النهارده انت ما لعبتش على يوسف ضايق. انا كنت متخيل ان عمر مرموش لما اتصاب مصطفى محمد هينزل، هيبقى بص ده الوحيد اللي هيقف مع الاثنين دول يعمل لهم ربط. وبالدليل هو ما كانش افضل شيء في الفينشنج لما نزل، بس معاه انت حسيت شويه ان في حاجه بتتعمل قدام في الخط الامامي، ده ما كانش موجود. بس برضه فينا نقطه، هو بدأ بمرموش. هو هنا بيقول يا جماعه انا بدور على الحركي. حلو ايه الحركي ده اللي هو بيتحرك لمين؟ يعني هو عايز المهاجم ينزل علشان يستلم ويربط الخطوط، ممتاز. لمين؟ هو صلاح مش محتاج المهاجم اللي معاه يمين عشان صلاح معاك مهاجم حركي، معاك مهاجم صندوق، معاك جاي الازرق هو هيروح. تعالى بقى انت، هل تريزيجيه عنده دور واضح في ال 18 سواء في الاهلي او مع منتخب مصر؟ لا. هل زيزو عنده دور واضح في ال 18 مع الاهلي مع منتخب مصر؟ لا. الوحيد اللي كان عنده في نص الملعب حمدي فتحي لما كان زمان رقم 8 اللي هو رجع بقى دلوقتي بيساند خط الدفاع اكتر. هل مروان عطيه عنده دور في ال 18؟ لا. هل مهند لاشين عنده؟ لا. هل دونجا عنده؟ لا. حتى امام عاشور شخصيا لما يرجع ما عندوش. انت بتفتح المجال لمين؟ يعني هي دي النظريه. هو شايف اكتر موافق، بس قصدي انه في المباريات كلها باين ان الحته دي سل على الاقل لو انت عندك فكره، هي الفكره لحد ما مش واضحه. بص احنا احيانا ايه بندور على الاوفر ثينكينج قوي، بس ده لمصلحه المنتخب. احنا ما بندورش على النقد لمجرد النقد، احنا بنبص لقدام، لان انت يا دوبك شهرين هتلاقي نفسك في معمعة كاس الافريقيه. مساله التاهل لكاس العالم مساله وقت مش اكتر ولا اقل، جايه. بس اللي بعد كده كاس والاستعداد لكاس العالم هو ده اللي هيبقى الصعب كله. الصعب كله لو انت ما رتبتش الجد بتاعك من دلوقتي وعرفت الافكار بتاعتك تكون واضحه والافكار تزيد يوم بعد التاني. ده الامر اللي مصعب الدنيا على الناس كلها، ومصعب الدنيا على الجمهور، ومصعب الدنيا حتى على الجهاز الفني. واقول لك والدليل على كده ايه، يعني وانت النهارده بعد المباراه الكابتن سعفان عيط، انت بتعيط ليه يا كابتن سعفان؟ ما هو برضه انت عليك ضغوط، ما انت لازم تبقى مستوعب ان انت عليك ضغوط.
انت منتخب مصر بس دي مقبوله يعني، اجواء يعني شبه احتفاليه فطبيعي. شبه احتفاليه، عارف والله العظيم لو المساله دي جت واحنا خلاص صعدنا من هي احنا 99% صاعدين، بس 2% والله معقول، بس لسه بدري قوي على الضغوط دي. انا عايز الموضوع يبقى فيه تماسك شويه وثبات اجتماعي شويه، لان انت داخل على يا جماعه عايز نتفرج كاس العالم. لا انت اللي جاي اصعب. احنا شرحنا وقلنا في مجموعات الدنيا ملخبطه فيها ومنتخبات كبيره جدا، بس صدقني المجموعه، بص مجموعه تونس ومجموعه مصر وممكن مجموعه والمغرب، الدنيا كانت في المتناول. في المتناول يبقى انت تبقى مأمن بحاجه ان انت كده كده هتحسن التأهل، بس اللي بعد التأهل هو ده اللي عليه الحكم كله. بس افريقيا، وهتعمل ايه في كاس العالم في 48 منتخب. فهي النقطه هنا، انا مش على فكره والله العظيم انا قلبا وقالبا عايز منتخب مصر يبقى كل ماتش احسن من الماتش اللي قبله. اللي انا اقصده معاك، انا والله حاسس بالضغوط اللي موجوده على الجهاز الفني، واي حد هيمسك منتخب مصر خاصه لو من ولاد البلد هيبقى حاسس بالضغوط، لانه عارف ان 120 مليون بيساندوا المنتخب وعايزين المنتخب في افضل حال. ولكن احنا محتاجين نشوف حاجه افضل. متصدرين وفارق مريح وخلاص، احنا قاب قوسين او ادنى ان احنا هنوصل لكاس العالم، ولكن اللي جاي انا بقول لك اصعب بكتير قوي من اللي فات ده. الطبيعي في 9 منتخبات هنوصل، في منتخبات الدنيا معاه مش افضل حاجه، بس انا ماليش دعوه، انا ليه بالمنتخب بتاعي. المجموعه بتاعتك في المتناول وسهله، وده مش نقد ان احنا بنقول لا انتوا ما بتعملوش حاجه، لا انت بتعمل، بس اللي انت بتعمله واللي انت عملته في المباراتين ما كانش مقنع. بقول لك على حاجه، هي الجزائر مش قاب قوسين او ادنى تزق. اتفرج على الانتقادات اللي فلاديمير بوتكوفيتش متعرض ليه، وليد الرجراجي بجلاله قدره طبعا متعرض لانتقادات بالجمله ما قبل مباراه النيجر اللي اقنعت الجمهور شويه، وما قبل الفوز على 5-0، وقبل الفوز كمان على زامبيا 2-1 في مباراه تالق فيها ياسين بونو وحمزه ايجمان. فانت النهارده بتتكلم الضغوط دي موجوده عند كل المدربين اللي موجودين في الدنيا، حتى تونس اللي اتاهلت سام الطرابلسي بيتعرض لضغوط كبيره جدا، لان برضه اداء المنتخب التونسي رغم التاهل مش مرضي ولا مقنع لحد دلوقتي. في العموم يبقى انه التصفيات فيلم، كاس الامم فيلم تاني، كاس العالم فيلم تالت، وبالتالي كابتن حسام من حقه ان هو يجرب، من حقه انه ياخد الوقت كاملا لغايه ما يوصل لافضل شكل ممكن. النتائج كانت في صالحنا، اللي حصل قياسا باللي فات كانت نقطه ايجابيه جدا جدا، فمليون مبروك ليه وللمنتخب المصري، وان شاء الله في اكتوبر يكون الحسم بشكل كامل. نورتنا نجم شرفتنا حبيبي يا محمود. شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان، وباذن الله يتجدد اللقاء كل اسبوع مع حلقه جديده من تويست ستوديو. شكرا لكم والى اللقاء.